اليوم أبناء مدينة الطبقة خرجنا بمسيرة جماهيرية تنديدا بهجمات الاحتلال التركي التي طالت مناطق الحدودية ليلة أمس. طبعا هذا ليس بالجديد على حكومة الاحتلال التركي، فمنذ بداية عام 2020 رأينا هذا التصعيد العسكري على مناطقنا في شمال وشرق سوريا بمحاربة مباشرة لمشروع الأمة الديمقراطية. الواضح أن تركيا حصلت على ضوء أخضر قوي تجاه هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، وما يدل على ذلك الصمت الدولي المطبق على هذه الهجمات. إضافة إلى موقف الحكومة السورية تجاه هذه الهجمات، لم نرى أي تنديد أو أي استنكار لخرق السيادة السورية والأجواء السورية، وخاصة ليلة أمس حيث طال القصف المدنيين والعسكريين. من هنا نحن كعشائر مدينة الطبقة، كسياسيين، كمثقفين في مدينة الطبقة، نعلن مساندتنا الكلية لقوات سوريا الديمقراطية، وأن نكون جنبا إلى جنب في انطلاق حرب الشعب الثورية في مناطقنا. قامت الدولة الفاشية التركية بهجمات ضد المناطق الآمنة في شمال شرق سوريا، وقامت باستهداف المواطنين الأبرياء، مما أدى استشهاد لبعض الأهالي. طبعا هذه الهجمات تؤدي إلى تهجير المناطق الآمنة وتهجير السكان في المناطق الآمنة. احنا كأهالي شمال شرق سوريا نندد بالصمت الدولي وصمت سلطة دمشق على هذه الهجمات، ونستنكر هذه الهجمات، وندعو جميع أهالينا إلى القيام بوجه واحد، القيام بحرب الشعب الثورية ضد هذا الاحتلال لمناطقنا الآمنة.